في بداية الفيلم بيظهر دكتور روبرت لينج في مبنى برج ضخم ومتدمر وفيه دم وأوساخ على جسمه، وعايش حياة بدائية ومعاه قطعة لحم من كلب بيشويها على الفحم في مشهد مشوش ومش واضح المعالم، لكن واضح انه ارتاح من حمل تقيل. وعشان نعرف القصة بنرجع ل3 شهور فاتت، وبيظهر برج عالي فخم في لندن اسمه هاي رايس، وتم تصميمه على أحدث طراز معماري ويعتبر تحفة فنية، وتصمم مخصوص للأشخاص اللي عاوزين يعيشوا أسلوب حياة عصري. وبيعيش فيه الأغنياء من النص الفوقاني من البرج، أما الفقراء بيعيشوا في النص اللي تحت، يعني الأغنياء بيعيشوا فوق الدور ال40 والفقراء تحت الدور ال39. والكل بيعيش في المبنى حسب الترتيب ده، كل ما كان فوق كل ما كان غني، وكل ما نزل تحت كل ما كان فقير. والمبنى فيه كل المرافق اللي ممكن يحتاجها الناس، زي حمامات السباحة والجيم ومدارس الأطفال والسوبر ماركت، وكمان في أماكن للفسح والاحتفالات علشان ما يبقوش مضطرين للخروج من المبنى. وبيعيش كل السكان منعزلين عن العالم تماما. وبيتنقل دكتور لينج للمبنى وبيسكن في الدور ال25، وعلى أمل إنه يستمتع بأسلوب الحياة هناك. وبيتعرف على سيدة وحيدة عندها طفل اسمه توبي، وبيبقوا أصدقاء في وقت قصير جدا. وتعرف لينج على صديق جديد مخرج أفلام وثائقية اسمه ويلدر. الدكتور لينج بيشتغل أستاذ تشريح في كلية الطب، وفي درس من الدروس بيقطع راس بشرية وبيشرحها قدام الطلبة، لكن في طالب من الطلاب بيغمى عليه أول ما يشوف الدرس، وبياخدوا الطالب بسرعة وبيفحصوه ويعملوا أشعة على دماغه. وتاني يوم تم استدعاء الدكتور لينج علشان يقابل المهندس رويال في الدور الأخير من المبنى اللي بيعيش فيه أغنى الناس. والمهندس رويال هو المهندس المعماري اللي صمم المبنى، وطلب مقابلة دكتور لينج علشان عرف إنه شاطر في لعب الاسكواش وعاوز يلعب معاه مباراة. وبتظهر زوجة المهندس رويال وهي ست مبذرة وما بتديش أي اهتمام لأي شخص، ومهتمة بس بعمل الحفلات. وبعد اللعب المهندس رويال بيدعو لينج الحفلة بعد أيام مراته هتعملها في البيت. وبيعيش دكتور لينج في شقته الجديدة حياة مرفهة ومثالية. بعدها بيجي ميعاد الحفلة وبيروح دكتور لينج حسب الدعوة، لكن بيلاقي الحفلة بتتميز بزي رسمي من أزياء القرن ال18، وده معناه إن كل الحضور لازم يكونوا لابسين أزياء من القرن ال18. لكن لينج هو الوحيد اللي لابس لبسه العادي الروتيني، لأنه ما كانش يعرف موضوع الحفلة، وده أزعج زوجة رويال وبقية الزوار، وحس لينج بالإحراج. وبتطرده زوجة رويال والطالب اللي كان وقع في محاضرة التشريح وأغمى عليه، واتكلم مع دكتور لينج بأسلوب وحش وأظهر له عدم الاحترام، وسحب دكتور لينج من دراعه وطرده من الحفلة. وبعد طرده دخل الأسانسير، لكن الكهرباء بتتقطع وبيتعلق الأسانسير. بعدها بيقابل المهندس رويال، ورويال قال له إن في تسرب للأحمال الكهربائية في اليومين اللي فاتوا. لينج قال له إن المية كمان بقت بتقطع، وأنبوب سحب القمامة مش شغال كويس في الأدوار اللي تحت، وكل المشاكل دي بقت بتتكرر كتير. رويال قال له إن ده طبيعي لأن البرج جديد ولسه المرافق غير مستقرة. بعدها بيظهر التقرير الطبي للطالب اللي كان مغمى عليه، وفحوص الطالب كانت كويسة ومفيش عنده أي أمراض. لكن دكتور لينج بدافع الانتقام من الطالب علشان أهانه في الحفلة قال له إنه مصاب بورم في المخ، والطالب خاف وقلق، وقال له لينج كده لأنه افتكر إن بالطريقة دي بيوقفه عند حده. بس ده تسبب في إن الطالب رمى نفسه من الدور ال39 تحت تأثير الكحول وانتحر. والغريب إن الموضوع اتقفل والشرطة ما حققتش في الموضوع، علشان كده حس مخرج الأفلام الوثائقية ويلدر بالحزن الشديد، وقرر يعمل فيلم وثائقي عن المبنى ويفضح الاضطهاد اللي بيحصل تجاه الجزء الفقير من السكان، ويوقف المهزلة والظلم اللي بيحصل. وفعلا محدش بيخرج من المبنى ولا بيدخل، والقوانين مهجورة تماما، وأصبحت الجريمة منتشرة وشيء عادي. لكن الفقراء في المبنى بيحاولوا يتأقلموا مع قطع الكهرباء والمية وقلة الاهتمام، وبيعملوا حفلاتهم الخاصة بطريقتهم، وبيفرحوا وبيحاولوا يكونوا سعداء. وفي حفلة من حفلات الفقراء بتحصل خناقة كبيرة بين ويلدر وواحد من الأغنياء، والأغنياء بدأوا يحقدوا على الفقراء ويتجمعوا عند زوجة رويال اللي وصفت الفقراء بأنهم مهووسين بالفلوس وملهمش عقل، وقرروا يقطعوا حفلات الفقراء نهائي، وإنهم لازم يعملوا حفلة كبيرة تظهر للفقراء مستواهم الحقيقي. بس قبل الحفلة لازم نستولي على كل الموارد اللازمة لينا من المحلات والسوبر ماركت، وكتبوا لستة بالطلبات. وتاني يوم بدأ الأكل ينتهي من السوبر ماركت، والناس بتتخانق على الطلبات وبتموت بعض، وبرضه مفيش وجود للشرطة. وبيشتبه في المهندس رويال إنه قدم رشوة للشرطة علشان تتجاهل الاضطرابات اللي بتحصل في المبنى، طالما إن الأغنياء عايشين كويس والشوشرة هتضر بسمعتهم ومصالحهم. وبعدها دكتور لينج بيحس بالخجل من اللي قاله لتلميذه إن عنده ورم في المخ، وحس بالذنب عشان يتسبب في انتحاره، وجاله مرض نفسي وحبس نفسه في شقته، ومن كتر لومه لنفسه بقى غير مستقر عقليا. وبيظهر ويلدر وهو بيصور الفوضى اللي بتحصل في المبنى، لكن مجموعة من الأغنياء بيضربوه بعنف وحاولوا يقتلوه. وبتتعمل الحفلة وكل شيء بيخرج عن السيطرة، وبتحصل حاجات كتير خارجة عن القانون، وكمان بتحصل جرائم كتير.
وبعد الحفلة بينتج عنها زبالة كتير ما بيلاقوش حد يخرجها، وبيخطفوا زوجة ويلدر الحامل علشان تشتغل عاملة نظافة في دور رويال وتنظف مكان الحفلة، وويلدر ما يعرفش إن زوجته اتخطفت. وويلدر بيخطط لقتل رويال علشان هو المسؤول عن نظام الخطأ في الهيكلة الاجتماعية للمبنى، وله يد في الفوضى اللي بتحصل كلها. ومرات ويلدر بتولد في دور رويال، وبيوصل ويلدر ويقتل رويال ويضربه بالنار، ومات رويال والستات في دور رويال اتجمعوا على ويلدر وقتلوه. وكل الفوضى دي بيراقبها توبي بالمنظار بتاعه، وزادت الفوضى وزادت الجثث في كل أنحاء البرج، والناس اتقسمت ما بين شخص عاوز ينتقم وشخص عاوز ياكل، والناس كلها اتملت بالكراهية، والفقراء متربصين وبيقتلوا الأغنياء، والأغنياء متربصين وبيقتلوا الفقراء. وبترجع القصة من أول ما بدأت، ودكتور لينج في البرج بعد تدميره واستمر في مرضه النفسي ومعاناته، وبقى بيكلم نفسه والناس بصيغة الغائب، ويتكلم مع المبنى المتحطم، وكره المجتمع الجديد المثالي اللي كان بيحلم بيه. وبيظهر توبي وهو بيسمع الراديو بصوت مارجريت تاتشر وهي بتقول: حيثما توجد رأسمالية الدولة لا يمكن أن تكون هناك حرية سياسية. ودي نهاية الفيلم، وشكرا للمشاهدة.